ازيكم كلكم. النهارده القصة غريبة جدا. في كائنات فضائية بتيجي وبتكسر الأرض وبتدمر الدنيا. البوليس مش عارف يقضي عليهم. يا ترى مين اللي ممكن يقضي على الكائنات دي؟ دي عمالة تضرب في كل حاجة وتكسر الدنيا. يجي أخيرا البطل بتاعنا، بطل الحريق، وعمال يضرب فيهم وقضى عليهم كلهم. بس في كائن تاني فضائي، وبطل التلج المرة دي هو اللي هينقذنا. راح مكسره برضه وعمل كتلة تلج كبيرة جمدوا فيها وقعد يضربوا لغاية اما اختفى. بطل النار وبطل التلج أخيرا أنقذوا الدنيا، والناس كلها كانت مبسوطة بيهم. دول كمان عاملين أسرة من زوجات وأطفال، يعني عندنا جيل تاني من الأبطال. ما تخافوش يا أولاد، دايما هينقذونا ودايما هياخدوا بالهم مننا. يا ترى ايه اللي تاني ممكن يواجههم؟ الأولاد طبعا النار والتلج طول عمرهم ما بيتفقوش، بيلعبوا مع بعض ودايما بطلة النار بتغيظ بطل التلج، بس برضه مبسوطين. هو كمان بيغيظها وبيفضلوا يغيظوا في بعض ويلعبوا مع بعض. الدنيا بتمشي بينهم شوية انبساط وشوية غيظ، بس مش مشكلة. وفجأة بيظهر تاني الراجل الشرير ويكسر المركب بتاعت الناس ويبقى عايز يقضي عليهم. يا ترى الأبطال بتوعنا هيعرفوا يقضوا عليه؟ طبعا هيعرفوا. بطل التلج بيجمده وبطلة النار كمان بتضربه. هما ما عندهمش مشكلة يقضوا على أي أشرار، هما عارفين قصتهم كويس. وكمان الناس دي بتشكرهم وتقول لهم شكرا ليكم، احنا حاسين بالأمان ان انتوا موجودين معانا. الراجل ده مش عارف يولع الحطب بتاعه، بس دي مشكلة بسيطة على بطلة النار، في ثانية واحدة بتعمل لهم الحطب. والولد ده كان بيساعد الناس ان الزحليقة تبقى فيها تلج وتبقى بتزحلق أحسن. بس يا ترى البنت دي هتعرف تتزحلق؟ طبعا الزحليقة عجباهم جدا. هم حاسين ان التلج اللي هو عمله مفيد جدا ليهم. ده كمان بيعرف يعمل من التلج ايس كريم، دي اخر حلاوة في الدنيا. وايه ده؟ الأسرة دي بيتها بيتحرق. طب يا ترى بطل النار ولا بطلة التلج هم اللي هينقذوهم؟ بطلة النار عملت إعصار قوي جدا سحب النار من البيت، بس الظاهر ان النار كبرت. يجي بطل التلج يروح على طول طافي النار، لأن التلج بيتحول لمية وينفع يطفي النار. الأم طبعا جت وهي عندها خبرة أكتر منهم وعملت إعصار وأنقذت الدنيا. احنا مبسوطين وحاسين بأمان لأن الأبطال بتوعنا معانا النهاردة. قالوا لهم بس في مشكلة كبيرة، احنا في القرية بتاعتنا في بركان قريب من القرية ومش عارفين نعمل ايه، ده هيقضي علينا كلنا. هما طبعا راحوا، كل الأسرة راحت، لقت حيوانات ماتت، وهم في نفس الوقت عايزين يقضوا على البركان، بس هو محدش لوحده هيقدر يقضي عليه. الأسرة كلها بتتجمع وبتعرف تقضي على البركان، بيستخدموا كل القوة الخارقة بتاعتهم عشان يقضوا على البركان. وأخيرا بيقضوا على البركان والقرية بتعيش سعيدة، والمطرة بتيجي وبتبتدي الحياة تنمو من أول وجديد. طبعا هم القرية مش هتصدق اللي حصل، وعملت لهم تمثال يخلد ذكرى الأبطال الخارقين بتوعنا النهاردة.